بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ حلقة النهاردة حابب أتكلم في موضوع بقى منتشر جدا اليومين دول، وناس كتير بتسأل هو ليه بقينا بنحاسب بعض على كل كبيرة وصغيرة؟ وليه بقينا نحكم على الناس من أول غلطة؟ وإمتى الإنسان بقى واخد دور مش دوره؟ الحقيقة إن في ناس كتير جدا بتتكلم عن الموضوع ده، لكن عايز أقول إن في فرق كبير جدا بين إنك تنصح الناس وبين إنك تحكم على الناس، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو وحده اللي يعلم جوه القلوب، وهو وحده اللي بيحاسب الخلق يوم القيامة. وربنا بيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله عليم بذات الصدور. ويقول سبحانه وتعالى: إنا إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. يعني إيه؟ يعني ربنا وحده عارف كل واحد مر بإيه، وإيه نيته، وإيه اللي وصله للغلط ده، وإيه اللي جواه. إحنا بنشوف التصرف، لكن ربنا وحده يعلم الحقيقة كلها. النبي صلى الله عليه وسلم وضح المعنى ده لما قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وأن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. يعني إحنا بنحكم على اللي ظاهر بس قدامنا، لكن الخاتمة والقلوب علمها عند ربنا سبحانه وتعالى. لكن للأسف بقينا في زمن أول ما نشوف حد غلط ننسى إن كلنا بنغلط، ونبتدي نحكم عليه ونقرر هو كويس ولا وحش، وكأنه خلاص عرفنا مصيره. وربنا بيقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يعني ما تعتبرش نفسك أحسن من غيرك، لأن ربنا هو اللي يعلم مين اتقي فعلا ومين اللي مش تقي. لكن خلي بالك، الكلام ده مش معناها إننا نسكت على الغلط، ولا إننا نقول كلمة صح أو كله صح أو كله غلط أبدا. ربنا أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. يعني المطلوب إنك تنصح، لكن بأدب ورحمة، ومن غير فضيحة، ومن غير شماتة، ومن غير ما تحسس اللي قدام منك إنك أحسن منه. لأن في فرق كبير قوي بين النصيحة وبين الإدانة. النصيحة هدفها إن الإنسان يرجع لربنا، لكن الإدانة هدفها إنك تكسر اللي قدام منك وتبين إنك أفضل منه. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من احتقار الناس وقال: حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل كده، مجرد إنك تحتقر اللي قدامك، النبي وصف ده إنه شر. كلنا عندنا ذنوب، وكلنا محتاجين رحمة ربنا. ويمكن الشخص اللي الناس بتتكلم عنه النهاردة يتوب توبة صادقة ويبقى عند ربنا أحسن مني ومنك. ويمكن واحد يفتخر بطاعته ويعجب بنفسه فيكون ده سبب هلاكه. علشان كده بدل ما كل همنا نراقب الناس، نسأل نفسنا الأول: أنا صلاتي عاملة إيه؟ عاملة إزاي يعني؟ أنا ظلمت حد؟ أنا قصرت في حق أبويا وأمي؟ قصرت في حق حد؟ أنا أذيت حد بكلمة؟ عملت إيه يقربني من ربنا النهاردة؟ دي الأسئلة اللي هتفيدنا لما نقف بين إيدين ربنا. وفي الآخر كل واحد فينا هيقف لوحده، لا هتشيل ذنب حد ولا حد هيشيل ذنبك. ربنا سبحانه وتعالى قال: إن ربك هو يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فخلينا ننصح بعض بالمحبة، وندعي البعض بالهداية، ونسيب الحكم على القلوب والمصير لرب العباد ورب المصير. ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الرحمة، ويصلح قلوبنا، ويهدينا جميعا إلى الحق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.